السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. ازيكم ازيكم يا حبايبي؟ حبايبي عاملين عاملين ايه؟ ايه؟ يا يا رب رب تكونوا تكونوا بخير. بخير. وحشتونا وحشتونا جدا 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 جدا. يا احلى اخوات واحلى متابعين واحلى اصحاب. ربنا يخليكم لينا يا رب يا وما رب يتحرمش دايما. منكم. اول شيء واهم شيء تنزلوا كده في التعليقات تصلوا على النبي عليه افضل عليه الصلاة افضل الصلاه والسلام. والسلام. طبعا النهارده جايب لكم بقى تحدي جديد وتحدي قوي وتحدي حماسي. طبعا التحدي الجميل بتاعنا ده يعني او الاكل الجميل بتاعنا ده اللي في تحدي يعني اكل شعبي زي ما بنقول عليه يعني بالمصري كده. طبعا الفلافل طبعا والفول اللي بالزيت الحار والبطاطس طبعا تمام يعني والمخلل والمخلل والخيار والبصل والخيار الاخضر والبصل والجرجير. والجرجير طبعا صح يا عز. انا هنسى بقى من حلاوه الفول والفلافل فهنسى بقى بقيه الاكل والسلطه تمام. والسمنوات فا السلطة. يعني انا بقول يعني تمام. ربنا يخليكم لنا حبايبي. طبعا احنا يوميات ايمن وعزه لاول مره يتابعنا ينزل يشترك معانا كده في القناه وفعل وفعل زر زر الجرس الجرس عشان عشان يوصلكم يوصلكم كل كل جديد. جديد. ما تنسوش اللايك بقى اللايكات اكد عليهم الجميلة يا يا حبايبي، عز. حطوا اللايكات قولوا لهم كده، بقى انزلوا حطوا يوميات اللايكات بتاعتكم. عشان خاطر بقى حبايبنا كده. ربنا يخليكم لنا يا رب ليوميات ايمن يا رب. وعزه وعيله يوميات ايمن وعزه. حطوا اللايك كده جميل ما اه، تنسوش كل بقى. اللي يخش معانا كده حطوا كتروا لنا اللايكات كده في اللايكات الجميلة. عشان اللايكات دي هي اللي بترفع لايف. ربنا يا رب يبارك فيكم يا طبعا رب ويخليكم لنا. الأكلة ديت التحدي دي اللي طالبه مننا مين؟ عبد عبد الرحمن. الرحمن سقفة تحية لعبد جميلة عبد الرحمن. الرحمن. عبد الرحمن. ربنا يخليك يا عبد الرحمن. صح انا كنت لسه هبدأ بالمقدمة ديت بس عزة بقى ايه يعني اي حبة هم طلبوا الأكلة ديت، الفلافل طبعا والبطاطس والفول عبد والسلطات الرحمن وكده. طبعا طلب مننا التحدي ده طبعا يعني حييناه. شكرا ليك يا عبد الرحمن وما تحرمش منك. والتحية التانية لعمر يعني تحية شكرا ليك يا يا عمر عمر. ربنا يخليك ما تحرمش منك. والتحية التالتة للوكا أحسن بنتنا. لوكا في الدنيا، تحية ليك يا لوكا. بنتنا الجميلة ربنا يحفظك ويخليكي لنا يا رب ما تحرمش منكم. وأي حد يطلب مننا تحدي عقاب يكتب لنا في التعليقات على طول فورا ما حالا نتأخرش عن هننفذ حد. له عقاب على طول أو التحدي على طول. تحدي. فربنا يخليكم لنا يا رب طبعا. أيمن مش بقى بقول لكم عقاب عشان أيمن بتاع العقوبات، أنتوا عارفين. على طول انا ما بطرح امشي في العقبات. اي واخد عقاب العقوبات في انا بالي على طول. اكتبوا لي عقبات عقب يلا عزه حبايبي باي انزلوا عقاب كده، تحدي حطوا لو اللايكات الجميله واشتركوا معانا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل يوصلكم كل جديد من عند جديد. ايمن وعزه. وبمناسبة بقى العقابات طالما عايز تتكلم عن العقاب التحدي ده عليه عقاب اه والله قوي جدا عقاب جدا 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 ما جدا والله، تنسوش مش عايزه بقى. اقول لكم انا يعني. مش هحرق بس خليه العقاب مفاجاه. خليه مفاجأة خليه في الاخر. مفاجاه. اللي هيكسب بقى طبعا او اللي بمعنى اصح اللي هيخسر او ينسحب هو هو اللي اللي هيعاقب. هيتعاقب. ماشي اه، ولا يلا هيخسر بينا ولا نبدأ بقى طبعا التحدي. التحدي معانا على ايه؟ طبق البطاطس وطبق الفول تمام مظبوط والفلافل. والفلافل. اه ديت كل بس واحد. والعيش. بص يا اه حبايبي زي ما بتقول عزة العيش والفول والبطاطس وكل واحد 3 فلافلات او يعني تمام يعني هم ستة. دول 6 فلافلات. يعني هنحكم بقى في الاخر ودول بقى. 5 ترغيفة. تمام كل واحد بقى 5 رغيف عيش. طبعا المخلل والسلطه والخيار والجرجير لا خلوا والبصل بره الحاجات التحدي دي دول بقى. هنخلي الحاجات دي بره التحدي تمام عشان يلا ما تاخدش لايكاتكم مننا وقت كتير. الجميلة يا لايكات حبايبي. لايكات يا حبايبي بقى وخليكم وربنا معانا يخليكم كده لنا ما لاخر تحرمش مننا. الفيديو عشان تشوفوا العقاب العقاب الجميل النهارده ده. تمام انا يلا. اتمنى ان انا اكسب ايمن النهارده عشان عايزه اعاقبه والله يعني يا رب انا اللي داخله. اكسب يا رب انا اللي هكسب. وانا يلا في التحدي محدش قدي. قدي. يلا بينا نسمي يلا الله. سووا بسم الله، يلا اتفضلوا بسم الله معانا. الرحمن الرحيم عايزه بقى اتفضلوا اقول لكم معانا. الفطار الشعبي ديت بسم الله الرحمن اجمل الرحيم. اكله. يلا بسم الله طبعا الرحمن يعني الرحيم. الفطار الشعبي الجميل ده انا المعتاد اكلت بتاعنا. ها. يلا بينا ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا متحمس بقى يا حبايبي مش عايز اقول لكم. طبعا الفلافل الجميله بتاعتنا تمام والبطاطس. طبعا ديت فلافل محشيه اهي. شايفين الحشوه؟ انا انا بحب ما بحبش الفلافل المحشيه بصراحه. انا ما بديش اكلها بس انا بحبها. لا الفلافل الساده احسن. انا مش بحبها عشان الحشو طعمها بس. جميل يا ايمن. لا حلو. حلوه. اللي هي ايه المحشيه. محشيه. انا مش بحبها لا مش حلوه. لا مش حلوه يا عزه. مش بحبهاش ان هي الحشو بتاعها هو بحب الساده. الفلافل الساده حلوه. وحشتني الاكله دي. طبعا ايمن بيتجدعن بقى عشان ايه؟ هو اصعب حاجه بقى انت عارف ايه يا عزه؟ العيش الشامي الجميل ده. العيش ده جميل قوي والله خلي بالك. عنده بس كده بس بيزور يا عزه على طول. والله بجد. لا بس بالفلافل بقى مش عايزه اقول لك طعمه جميل جدا.
ولا يمكن هو عشان الواحد مثلا بياكل بسرعه. بص شايفين الفلافل حاجة بص الله تحفه. من حلاوتها بص كلها يا حبايبي حاجة. الفلافل جميله، طعمها تحفه ما شاء الله عليها. دي فلافل ساده بقى، مش عايز اقول لكم سخنه بقى. احلى حاجه ان الاكل سخن بقى، الفلافل سخنه والفول سخن والبطاطس سخن. ده انا عايزة اشرب مية على طول. مم. مش بحب اشرب ميه كتير وانت عارفه كده كويس. ما انت بتشرب مية، انت مم. عارف انا عموما مم. ايه. حاجة معروفة صح؟ مم. بتلاقيش مزود. كمان بقى البصل لو تاكل بصل. بقالي فترة ما اكلتش الاكلة دي. طبعا الاكل الجميله طبعا، والاكله الشعبيه الجميله بتاعتنا المعتاده. اللهم لك الحمد. ايه ده؟ انا كنت زوران. مش حاسس بنفسي ولا ايه؟ كويس اللي انا بشرب مية على الاكل. انا مش بحب اشرب ميه كتير، وربنا يستر لو شربت كويس. الازازه دي ربنا يستر. مش هينفع كده، لازم. والله مش بحب اكل بايدي الشمال بس، بحاول اشغل كان في ايدي مناديل الاثنين. هنا. اه كان عندي مناديل كانت موجوده هنا اه. قولوا لي بقى مين بيحب الفلافل؟ طبعا البطاطس طبعا الأكلة دي طعمها والفول طبعا. طبعا اكله حلوه طبعا واكله جميله، تمشي فطار تمشي غدا برضه يا عزيزه، خلي بالك يعني. طعمها حلو. لا بص الفلافل قد ايه؟ اهم حاجه. ولا الحشوة والله حلوة أنا. لا حلوه مين؟ بص شوف الحشوه قد ايه، والحشوه بقى شطه حراقه. أنا بحاول اكل بسرعه على قد ما اقدر. الاتنين. لا العيش ده مش حل. لا عادي عايز تبقى مش مشكله، بس الفكره بس في العيش يعني مجرد ما تعملي بس سندوتش كده قطمه مع التانيه تبص تلاقي نفسك زورت. هو لولا الخيار اللي بيهضم. فاكر؟ لولا الخيار اللي بيهضم هو اللي بيسهل الاكل شويه. كده أنا خلصت فلافيتي على فكرة. بجد؟ انت ما شاء الله بتحبي الفلافل فاضل معايا ده نص ده وده. ما تاكلش سلطة انت. طالما بره التحدي بقى مش لازم بقى، خليني بس يعني ربنا يقدرنا نخلص الفول والبطاطس ده انا معايا 5 رغيف، انا مش عارف اخلصهم ازاي، بس بالراحه عليا بقى. واحده عليا. قدها. ان شاء الله قدها. الرغيف التالت يا حبايبي اهو. ادعوا لي بقى ايه اكمل واكسب. ده أنا نفسي اللي انا شايفه كده ربنا يستر. كمية البطاطس كبيرة برضه يعني. أنا ما أعرفش أنت بقى يعني متوصية بيا مثلا ولا إيه؟ لا صدقني قد بعض. بجد؟ طب إيه مظبوطين؟ تعدهم بالواحدة ها؟ طب عندي كام بطاطساية طيب؟ 55. طب ونص.
طب وانا كام بطاطس عايز؟ النص كان عندك هنا. قلت شايفين؟ هحط فين النص، لقيتها حطيته في بتهزر. لا انا عايز ازازه ميه كمان، عايز كده مش هاكل. الازازه دي مش مكفيه، ده ما عادش فيها ميه. كل كده اهو. خش بقى الفلفلايه اللي بعدها. دي تاني فلفلايه. شايف ساكتة هنا؟ انا مش ساكته، انا مركزه شويه مع الفلافل. العيش ده اسمه ايه؟ عيش شامي. كان معاك علبة منديل الشام، أصلا. والله كنت هنا مش عارفه. اهي بس مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة خلاص. انا عماله ادور عليها اصلا من ساعتها. بجيب علبة كبيرة بقى. دي لقيتها التانية. وطبق الفول ده بقى عاملاه حراق في البيت، طعمه جامد. طبق الفول، لا طبق الفول حلو وعراق وبالزيت الحر والفلافل كل حاجة حلوة. بس دلوقتي بس ان انا اقدر اكمل، انا مش ملاحظة حاجة، عزة مبسوطة، عزة انا شايفها مبتسمة انا نازله، وفرحانة ده فرصتي. وفرحانة يعني مش عارف اقول لكم ايه. انا قربت اخلص البطاطس. انا فاهم مش كل حابس الدليل بس. ادعي لك اقول لك ايه؟ تكسب. تكسب؟ تكسبني. انت طبعا مش عايزاه. طب ادعي لك في كل حاجه، بس مش هدعي لك في ده، مش هدعي لك تكسب تعاقبني. يا سبحان الله. ما هدعي لك تقول لك تعالى عاقبني يا ايمن. وبعدين بقى العيش الشامي ده عزة ما مفيش خالص. مع كل أطمر منه بيزور. شكل انت مريح كده. شكل انت أنا مريح. مريح خالص كده. مريح على الآخر خالص. أنا أعترف يا حبايبي، أنا أعترف لك يا عزة بصراحة. اختلف في ايمن. مش قادر أكمل بصراحة. ده تالت رغيف كفاية عليه أوي كده. بجد؟ والله مش هقدر آكل أكتر من تلات رغيفة. بس عايز أقول لك على حاجة. قول. أنت ليه حطيت لنا 5 رغيفة كتير أوي؟ هما من ناحية كتير كتير، بس مم. بس هو دي بقى خلاص. هو انا دي فاهم خلاص. ان ده انا آه. ده اللي كان مطلوب، انا فاهم ان كان مطلوب مننا كل واحد 5 رغيف وطبق فول طبق بطاطس وثلاث فلفلات بغض النظر عن بقيه الاكل. المهم انت هتنسحب؟ انا هنسحب يا لسه باكل حبايبي. اهو. انا هنسحب لان انا كده بصراحه فاضل رغيفين. يعني ولسه فاضل بطاطس ولسه فاضل فول ولسه فاضل فلافل كتير. انا مش هقدر اكمل، مش هقدر اكمل بصراحه بجد والله. بجد بجد خلاص. فاضل رغيفين مش الله، هقدر. انا انسحبت. والله انا انسحبت وانا بقى. عارفين انا مبسوطه ليه فرحان؟ عشان العقاب اللي انا هوريه لكم دلوقتي، العقاب دي كان اختياره هو. ماشي. اختياري انا، وكان نفسي ما اتعاقبش بيه والله، بس انا مش هقدر اكل اكتر من رغيفين، من 3 رغيف. كان من اختياره لسه هو رغيفين. وهو اللي قال كده. ماشي، عشان كده انا مبسوطه جدا.
وانا عن نفسي ما كنتش هقدر اتعاقب العقاب ده. بجد يعني لو كنت انا كسبت ما كنتش انت هتتعاقبي بالعقاب ده؟ ما انا كنت على اخر عشان كده. طب اعرضي بقى العقاب وكملي بقى. ما انا بقول وطالما لهم هي كده النهارده ليك بقى عندي عقابنا. عقاب ليه عندك عقاب ايه؟ هات كده انا كنت حاطاه ده. بص لا، كمان هو كمان كان محضره هنا عندك اهو. في التحديات اللي جايه قصدي يعني. فين؟ وانت بتعاقبني على طول، ده فرصتي. فين؟ كان هنا. مفيش حاجه تحت السفره لا. لا عندك على السفرة حطوها. طب فين بقيه الحاجه؟ معاها برضه. بجد؟ يلا هات العده كلها. تخيلوا شوفوا المفاجاه بقى. حطوا هنا شوفوا ميه، المفاجأة. استنى واحده ثواني. واحده كده. حطوا ميه كده، هات كده المفاجاه بتاعتي انا. بص تعملي انت حطوا المفاجأة. ميه كده. تجيبوا بقى ميه عايز. ما استنى بقى بقى، مية انا هديك بس. بقى تهضم الاكل كل اللي انت اكلته. والله مش قادر والله. وكل الميه اللي شربتها هتهضم على طول. الاكله دي كويسه جدا، ومن ناحيه برضه فيها غذاء وفيتامينات وفيها كل حاجه. والله يا حبيبي هي من فيها غذاء فهي فيها غذاء. ما تقلقوش انا هتغذى احلى غذاء في حياتي ما اتغذيتوش. وحلوه اسمها قول معايا. طب جيبوا بقى ميه طيب. جيبوا لي ازازه اشرب. لا استنى انا هديك ميه. لا انا عايز اشرب. لا بالله لا عليك. هديك ميه. طيب احلفك بالله. اتفضل. بقى ميه. شايفين دي يا حبايبي؟ دي بيضه اهي. ماشي. طبعا هو كان اختيار انا العقاب وانا ده كنت قايله له لا ده انا مش هقدر اعمله بجد والله العظيم انا لو اقدر اكمل والله لا اكمل الرغيفين دول لو في ايه بس كتير. شوف ربنا كان عايز يعاقبني العقاب دي سبحان الله. كان اختياري وكانت فكرتي وتنفيذي. انا ما رضيتش اعرضه اول التحدي وقلت خليه مفاجاه واللي هيخسر او اللي هيتسحب. احنا قلنا لو هو قال العقاب دي لو انا اللي لو انت اللي خسرتي انا هعاقبك بيه. وكان متاكد بقى واثق. انا بقى ما كلمتهوش طبعا يعني. هو كان متاكد مليون واثق المية. جدا. طبعا احنا دلوقتي هنعمل كده عشان ايمن بقى الفيتامينات بس اهي. حرام والله يا جماعه. شايفين؟ والله حرام. اهي. والله ظلم. خدي ازازتك جاهزه كده. شكرا. والله ظلم كده يعني اكل بيضه نيه يعني كتير والله. انا نفسي تشربها يا جماعه. نفسي تشربها زي ما هي. لا ما ينفعش. تنشرب ازاي؟ لا اشرب كده زي ما هي. ده انا هعمل مناخيري كده انا مش عارف اشربها ازاي اصلا ولا مش دي ابلعها اختيارك ازاي. يا حبيبي؟ يعني انا مش عارف اشربها ازاي ولا ابلعها ازاي اصلا. شايفين كده اهي. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. ليه كده بس؟ ليه كده طيب يا رب ليه كده؟ سبحان الله يعني انا كنت قلبي كمان شويه يا عزه. لا قلبي ما عادش في حاجه والله. لا قلبي كمان شويه. ما ينفعش تحط شويه سكر يا عزه؟ سكر؟ ده عايز عصير بيض بقى. عصير والله البيض ريحته بص. ده ملح بقى. ملح لو انت عايز تاخد ملح بص. فانا قلت يا اولاد حطوا شويه سكر. يلا حبيبي اتفضل. اي حاجه تديله طعم وفي كده. شرط كمان اللي هو هتشربها على بق واحد. على بق واحد. على بق واحد. ما هو بقى عوض لو ما قدرتش ورجعت قدام الكاميرا وقدام الناس براحتك بقى. ده بقى معلش اعذروني يا جماعه. عوض بقى اللي انت عملته فيا. فاكرين العقوبات اللي كان بيعملها شطه وحاجات انتوا عارفينهم ومتابعيننا وعارفين. عايزه بتخلص كل اللي فات. بتخلص كل القديم في عقاب واحد. على العموم يعني انا مش عارف اقدر اجيبها يلا في بق حبيبي واحد كده ولا امسك كده. لا في بق واحد ما تنزلش في طب بق لو ما واحد. جبتهاش في بق واحد هتعاقب هجيب بيضه ثانيه. ثانيه؟ والله. ربنا يستر. يلا في بق واحد معرفش. يلا. بص يا حبايبي طبعا البيضه. طب ما تجيب شويه ملح طيب. لا زي ما هي كده. لا يلا حلوه كده يلا. يلا بقى بق واحد. طعمها غريب. لا مش غريب ولا حاجه. يلا سمي بسم الله كده يلا. يلا. صعب. لا مش صعب. يلا ما كنت تعاقبني انا ازاي؟ يلا ارفع فوق. شاطر يا ايمن. اهو خلص اهوت. بس على ميه. انا مش شايفه يا حبيبي. انا مش شايفه. وكده اتمنى بقى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم التحدي. واهم حاجه اكتبوا لي بقى في التعليقات حبايبي اللي كانوش عايزين اللي كانوا بيسالوا على عقاب ايمن بعاقبنا بيقولوا سامع عزه النوبه دي بقى انا اللي عاقبته اهوت عشان كان اختياره. اكتبوا لي بقى في التعليقات كده ايه رايكم في العقاب بتاعي. لو اتكلمت انا هرجع. فسيبوني يعني معلش سامحوني. هو من ساعتها عمال يقول عايز اشرب ميه دوران العيش مش العيش. دي بقى ايه رايكم؟ مش بيهضم ده وفي غذاء بقى وفيتامينات وفي كل حاجه يعني بسم الله ما شاء الله كله. يلا حبايبي معاهم. عايز اقول لكم يعني مش عارف. ضيعت كل العقوبات كلها في تحدي في عقاب واحد. عقاب واحد. عارفين بقى انا لو انا جدع كنت قلت له عقوبتين.
2 سبحان لو انا الله. نحسب كده قلت لك شايفين اتنين. كفايه واحده، ده انا حاسس ان انا هرجع ماسك نفسي كنت بالعافيه. جايبه ليا حرام ليه؟ عليك. كنت ما جايب هو العقاب ليا انا يعني ليه؟ سبحان الله بقى، هو ربنا بقى قلب يلا. الآية يعني سبحان الله. شوف كنت عاجبك بيها وانا انت اللي اكلت على عاقبتني بيها. فكره، انا جدعان، انا بقيت نجدة، انا ما عادش معايا كتير. انا ما عارف ان بقاش انت معايا اكلت كتير بس. يعني كنت داخله وناويه لك يعني، بحس ان انا مش عايزه نخسر عشان مش هقدر اشربها بجد يعني. ربنا والله يعني معاكم مش عارف اقول ايه، ما وفوق. عنديش كلام اقوله، مش قادر اتكلم والله العظيم يلا يعني. حبايبي، هم اول مره شفنا، اول حبايبي. مره تابعنا يوميات ايمن ايمن وعزه، وعزة، انزلوا ينزل كده اشتركوا كده في يشتركوا معانا في القناه وفعلوا القناه زر وفعلوا زر الجرس، الجرس مش عشان تحطوا يوصلكم كل اللايك كده ما جديد، تنسوش اللايك. واللايكات بتاعتكم ربنا الجميله. يخليكم لنا يا رب، يا ويخلي رب بشبابكم دايما. يا رب دايما يا رب يا رب.